انا هنا في وول مارت، حبيت اصور لكم واعمل لكم مقارنه بالاسعار اللي بين المحل العربي وهنا وول مارت، وفي نفس الوقت برد على شويه استفسارات كانت موجوده على الفيديو العربي. على سبيل المثال شوف هنا مثلا طماطم بدولار 28 سنت كانت هناك كان بدولار، يعني هنا اغلى من المحل العربي. هنا الليمون الواحدة 33 سنت يعني 3 دولار. ناخد هنا 3 ليمونات. تقريبا المانجا نفس السعر، الواحدة دولار، الكنتالوب الواحدة ب3 دولار. ناخد واحدة الموز تقريبا هو هنا رخيص، يعني الباوند بنص دولار. باقي شوية شكله متاكل قبل كده، لكن يلا ناخد لنا ايه 3 حلوين. الفاكهة بقى التفاح والكمثرى بدولار 69 7. يجي بعد كده ده خضار متقطع، خس متقطع، مش عارف بصل، كلها دي حاجات مغلفة متعبية في أكياس. هنا قسم المخبوزات، كل دي أنواع العيش. هنا بعض الحلويات، دوناتس وكب كيك وكوكيز وكلام من دوت. على هناك في عيش فينو، في دوناتس بالشوكولاتة، مش عارف الدوناتس ديت حلوة. الميني دوناتس دي عندي في البيت حبوها. ميني دوناتس، كل ده أشكال من الميني دوناتس. ده كل دي تلاجات فيها بقى خضروات وحاجات مجمدة. وأضيفوا على السريع حاجة منها. ده عندك فراولة وموز مجمدين كيلو وربع 7 دولار. 74 بسلة مشكلة بدولار 64. فاصوليا خضراء بسلة $2 82، وهكذا. يعني انا مش هنطول في موضوع الخضار النهارده لان احنا اتكلمنا فيه قبل كده في المحل العربي، بس انا ببين لكم الفرق في الاسعار بين هنا وهناك. وبعد كده بحاول ارد في ده نسكافيه سعره $6 83. ده الكريمر. انا بس حبيت ارد على بعض التعليقات في الفيديو اللي فات بكلمة عمار يا مصر. طبعا انا ما اقصدش بيها ابدا ان انا اتريق، وما اقصدش بيها ان انا استفز اي حد، لان عارف الظروف صعبة والناس بتعاني. بس انا حبيت اشارك واقول لكم ان الاسعار مش عندكم بس لوحديها، ده في العالم كله الاسعار مولعة نار. يعني الاكل هنا هون على سبيل المثال بقى سعره الضعف. ده جمبري مجمد $5.84. الشوية دول 340 جرام. في انواع تانية من الجمبري هناك برضه مجمدة
$6 24. وده الجمبري الصغير اللي ممكن يطبخ مع الرز اللي هو الصيادية. فموضوع كلمة عمار يا مصر والله لم أقصد بها إلا دعوة الخير لمصر. فكلمة عمار فهي جاية من الإعمار، يعني أنا بدعو لمصر بالإعمار وبالخير للناس الطيبين اللي هناك. لكن أنا ما قصدتش إن أبدا إن أنا أتريق على أي حد أو استفز أي حد. أنا عايز أقول كلنا في مركب واحد، والظروف صعبة على الكل، مش على اللي بس موجود في مصر. صحيح إن هو إن الهدوم ما غليتش بنفس الصورة اللي غليت بيها الباج اللي هو الايه كريم تشيز $5 ايش. ده لبن، ده اورجانيك لبن، ده $6 38 الجالون. ده اللي هو اللوفات، وده الطبيعي. دي اسعار البيض. ده البيض $6 ونص، 18 بيضة. البيض البني 12 بيضة 6.17 اورجانيك. دي انواع الزبدة، دي انواع مختلفة من الزبدة، زبدة سندوتشات وزبدة طبيخ. انا دايما بجيب الزبدة دي $5 وبسيحها زي الزبدة البلدي بالظبط اللي موجودة عندنا، بتبقى في منتهى الجمال. دي مولحة ودي غير مولحة. هنا هو بيدي كلها الايه الكريم تشيز اللي بالهالابينيون اللي بالفراولة، يعني طعمه مختلف. هنا هو بعض العصاير. ده هنا هو الكريم صور كريم. الصور كريم ده اللي هي زي القشطة عندنا بالظبط. دي $2.68 صور كريم في منتهى الجمال، عامله زي القشطة البلدي بالظبط عندنا. اللي في $2.68 اللي هي الصغيرة. كبيرة ب3.68. كل دي بقى أنواع زبادي اللي هو عادي بالفراولة طبيعي. ده بتبقى باكيتش فيها 6 $4. دي زبادي بالفراولة في الفانيلا. هنا هو القسم العصاير، عندك العصير البرتقال الفريش ده $6.88. ده جالون. الصغيرة هنا 3.88 يعني حوالي $4. نرجع تاني لموضوع الاستفزاز. انا ما بستفزش والله، يعني كل الحكايه عاوز ابين لكم ان احنا كلنا في مركب واحد. حتى امريكا اقوى اقتصاد في العالم سعر الاكل الضاعف. الحاجه الوحيده اللي ما زادش سعرها هي الهدوم. الهدوم سعرها زي ما هو، لا زاد ولا قل. وطبعا الالكترونيات زائد المحمول واللازمات. ده هنا رز بلبن، رز بلبن سوريا. هي رايس بودينج دي $1.18. في عندك نوع تاني اللي هي الصغيرة دي، دول الستة $4.30. وبعد كده ده جيلي $4، 4 وحدات أو 8 وحدات. جيلي 8 صغيرين بيجيبوها للأطفال $4. دي عندك نوع تاني من الرز بلبن $4.83، دول 4 وحدات. كل
دي بقى انواع من الالبان والصور كريم، الكريمر زي دوت مثلا كريمر القهوة كوفي ميت الصغيرة $4، في كبيرة ب6.5. هنا بقى مكسرات بأشكال مختلفة في عبوات مختلفة، زي مثلا دي علبة كاجو ب10$. ده الألمنت اللي هو اللوز ب11، السوداني ب9. أنواع الشيبس كله، أنواع مختلفة من البسكويت. أنا هشرح لكم في فيديو تاني الأسعار هنا هوت، والمرتبات والإيجارات والدخل بتاعك، وبتصرف كام وتقدر تحوش كام أو متحوش كام، على أساس إن إيه، الناس فاكرة إن الحياة سهلة. الحياة صعبة هنا زي ما صعبة عندك، وكلنا مع بعض بنعاني، وكلنا مع بعض في مركب واحد، وربنا يعديها أزمة على خير لينا كلنا يا رب، وتعدي على خير، وتنتهي الحرب الروسية الأوكرانية ديت، لأن هي اللي عملت الأزمات الغذائية دي كلها على مستوى العالم، ومش مصر بس لوحدها. وربنا يكون في عونكم وعوننا جميعا، وإن شاء الله هقابلكم في فيديو جديد بحاجات جديدة إن شاء الله. كان معكم محمد شحاتة، السلام عليكم.